إيه شكلك حلو قوي النهارده. ميرسي يا ميتو، انت حد كيوت جدا. بقولك ايه، انا عندي مشروع اجمد من اي مشروع ممكن تشوفيه. بجد؟ مشروع ايه ده؟ مشروع جوازنا. السلام عليكم، انا صاحب حمقى، صاحب مشروع ام كلثوم، وجاي اقدم لكم عرض 7500 جنيه مقابل 65% من الشركه. بس مش شايف ان ده كتير؟ خلاص نخليهم 6300. يا ابني مش المبلغ اللي كبير، النسبة كبيرة، انت كده تقريبا بتبيع لنا المشروع. يا باشا اللي في ايديك ما يضيعش. ثواني بس يا جماعة نفهم، انت قلت في اول الدخلة ايه؟ انا صاحب حمقى، صاحب مشروع ام كلثوم. ايوه، حمقى مين؟ حمقى صاحبي. يعني المشروع ده بتاعك؟ لا بتاع حمقى. حمقى مين؟ حمقى صاحبي. طب انت بتحلم بايه في الشركة دي؟ بحلم ان شاء الله انها تكبر. احنا ماشيين بشعار رسمنا في كلسوننا. يعني انت بتبيع كلاسين؟ الله ينور عليك يا مرياشة. والفاوندر بتاعك ايه؟ بعيدا عن الكلمة اللي أنا مش فاهمها اللي قالتها الأستاذة، بس أنا بناوي أعمل إعادة تدوير للفانلة حمالات. واو، انت كرييتيف. هتخليها سويت هودي؟ هودي هدي انت بس عليا يا ست الناس، أنا قصدي إعادة تدوير للفانيلا. ايوه، يعني هتخلي امها ايه؟ أخليها إيه يعني يا معالي الوزير؟ أنا دوب هدورها علشان الرقبة بتاعتها بتخنقني. طب المبلغ اللي انت عايزه هتعمل بيه ايه؟ هخطب بيهم عفاف إن شاء الله. عفاف؟ عفاف مين؟ حب حياتي. وده علاقته بأم المشروع؟ بالظبط. وماله يا باشا المشروع؟ هي الكلاشين كمان مستعجلة على الجواز ولا إيه؟ طب انت شايف ان الكونتاكت بتاعك يقدر ينافس دول العالم؟ ويعني إيه كونتاكت؟ اطلع بره يالا، بره يالا.